أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. منتدى القمح والذرة الشامية يساهم في رفع الإنتاجية. إنتاج زراعي مبشر في مديرية مندفرة. تبرع أعضاء ضابط الإشارة بالدم. الرئيس الإيراني يرى أن لا مشكلة في تفتيش مواقع بلاده النووية. بشار الأسد يصل إلى الصين في أول زيارة منذ عقدين. المغرب يخصص 12 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة. من العناوين إلى التفاصيل. أوضح المزارعون النموذجيون المشاركون في المنتدى الوطني للقمح والذرة الشامية أن جهود وزارة الزراعة لضمان تأمين البذور الجيدة بالتعاون مع شركائها تحقق دافعا في أنشطتهم الزراعية. وأكد المزارعون النموذجيون الحاصلون على شهادات تقديرية في اليوم الثاني من المنتدى الوطني للقمح والذرة الشامية الذي افتتح في 20 من سبتمبر، أكدوا على استعدادهم للعمل بجدية أكبر مستقبلا ونقل خبراتهم المكتسبة إلى المزارعين الآخرين. وذكر المزارعون أن البذور المحسنة التي قدمت لهم من وقت لآخر والمعلومات والمراقبة ساهمت في رفع وتطوير إنتاجهم، منادين المزارعين زيادة معرفتهم ببذور القمح والذرة الشامية المحسنة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. في غضون ذلك قدمت في اليوم الثاني من المنتدى الوطني للقمح والذرة الشامية أوراق عمل حول تقييم أنواع بذور القمح وآفات القمح والذرة الشامية وتطوير أنواع بذور القمح المقاومة للجفاف وتجارب البلدان الأخرى. وقال منسق المنتدى المدير العام لقسم الخدمات القانونية والرقابة بوزارة الزراعة السيد تخلاب مسقنة في كلمته الختامية أن المنتدى شهد تقديم 22 ورقة عمل، موضحا بأن المنتدى خلق أرضية ملائمة لتمتين العلاقات مع المؤسسات والمنظمات والأفراد المشاركين في الأبحاث والأعمال المماثلة. ذكر مكتب الزراعة في مديرية مندفر أنه تم زراعة أكثر من 13 ألف هكتار من الأراضي في المديرية. وأوضح مسؤول المكتب سيد برخات تخلص الأسئلة لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا تسجيل أكثر من 1000 ملم من الأمطار هذه السنة من إبريل إلى منتصف سبتمبر، وهو أمر غير مسبوق في العقود الماضية. نتيجة لذلك وصلت كافة المزارع لمرحلة الحصاد. وذكر بأنه تمت زراعة 78% من إجمالي الأراضي الزراعية في مديرية مندفرة، 78% منها بالذرة، و17% بالبقوليات، و1.1% بالبذور الزيتية، متوقعا حصاد محصول وفير. وفيما يتعلق بحالة السدود والمحميات، قال برخات أن السدود والمحميات نمت جيدا بالحشائش بما يضمن تغذية الماشية. وحث المزارعين على زيارة ومراقبة محاصيلهم التي هي في مرحلة الإثمار حتى وصولها إلى مرحلة الجمع، وتجنب استخدام المبيدات الحشرية المستوردة بشكل غير قانوني. تبرع أعضاء هيئة ضابط الإشارة في وزارة الدفاع ب64 كيس دم في 20 من سبتمبر لتنمية محتوى بنك الدم الوطني. وأوضح مسؤول التعبئات للتبرع بالدم في بنك الدم الممرض عقبة يوهنس أن حملات التبرع بالدم تجرى في الوزارات مع إغلاق المدارس والجامعات، مشيدا بتبرع أعضاء هيئة ضابط الإشارة. وذكر السيد بريهو محاري من إدارة ضابط الإشارة في وزارة الدفاع إدراكهم أهمية التبرع بالدم ومستعدين لمواصلة البرنامج بشكل جماعي لتحقيق أهداف بنك الدم الإريتري. وأفاد المتبرعون بالدم أن تبرعهم يساهم إلى جانب إنقاذ الأرواح في التعرف على أوضاعهم الصحية. يشارك أعضاء قوات الدفاع أيضا في برامج التبرع بالدم إلى المنتظمة إلى جانب أنشطتهم في البناء
والتصدي. استشهد في 19 من سبتمبر المناضل العقيد آدم محمد علي إبراهيم درج عضو القيادة الغربية جراء مرض ألم به عن عمر 65 عاما. التحق المناضل آدم محمد علي إبراهيم بصفوف قوات التحرير الشعبية في عام 1974، وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وصولا لقائد كتيبة، وبعد الاستقلال عمل قائدا للواء وفرقة عسكرية. المناضل العقيد آدم محمد علي إبراهيم متزوج وأب ل7 أبناء، وقد ورى جثمانه الثرى ظهر اليوم 21 من سبتمبر في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب القيادة الغربية عن حزنها لاستشهاد المناضل آدم محمد علي إبراهيم درج، وتقدم تعازيها لأسرته ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قال الرئيس الإيراني إبراهيم الرئيسي أن بلاده ليست لديها مشكلة في التفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواقعها النووية، وذلك بعد أيام من قرار طهران استبعاد عدد من مفتشي الوكالة المعنيين للعمل في البلاد. وتابع الرئيس في مؤتمر صحفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المشكلة ليست في عملية التفتيش، لكن المشكلة هي مع بعض المفتشين، وبالنسبة للمفتشين الذين هم أهل الثقة فيمكنهم مواصلة عملهم في إيران. وأضاف الرئيس أن قرار طهران جاء ردا على بعض التصريحات غير العادلة من قبل الأعضاء الغربيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسابقا نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بمواصفته بالإجراء غير المتناسب وغير المسبوق الذي اتخذته إيران باستبعاد ثلث مفتشي الوكالة، مما يعوق قدرته على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران. وقال المدير العام للوكالة رفائيل جروسو أن طهران أبلغته قرارها سحب اعتماد مفتشي الوكالة المكلفين بأنشطة التحقيق في إيران، مشيرا إلى أن هؤلاء المفتشين من بين الأكثر خبرة بالوكالة ولديهم معرفة فريدة في مجال تكنولوجيا التخصيب. وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة هانغشو في شرق الصين في أول زيارة منذ نحو عقدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق أنه من المقرر أن يحضر بشار الأسد حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية مع كبار الشخصيات الأجنبية. من جهته قال مكتب الرئاسة السورية في بيان أن الأسد سيرأس وفدا رفيع المستوى في سلسلة من الاجتماعات بعدة مدن صينية تشمل ما وصفته باجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جي بينغ. ودعمت الصين النظام السوري في المحافل الدولية ومجلس الأمن الدولي، فامتنعت عدة مرات عن التصويت لقرارات تدينه خلال سنوات الحرب، واستخدمت حق النقد الفيتو إلى جانب روسيا لوقف هذه القرارات. أعلن المغرب تخصيص ميزانية بنحو 12 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الأخير الذي ضرب وسط البلاد. ويأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل فيه عملية البحث وإغاثة المتضررين في تلك المناطق. وقال الديوان الملكي المغربي في بيان أن الملك محمد السادس دعا خلال جلسة عمل مخصصة لمتابعة تنفيذ أعمال إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال إلى تفعيل الرؤية التي أعدت لإعادة إيواء المتضررين وتشجيع الأنشطة الاقتصادية في جميع الأقاليم المتضررة من الزلزال. وأضاف أن الملك المغربي شدد على أهمية التركيز على احتياجات المتضررين من أجل تقديم الحلول الملائمة لهم، مع إيلاء الأهمية للبعد البيئي وأنماط عيش كل منطقة. وفي وقت سابق أعلن المغرب أن خطة الإعمار تشمل إعادة بناء أو تأهيل نحو 50,000 مسكن، فضلا عن مساعدات مالية عاجلة للأسر التي فقدت منازلها. أعلنت السلطات الفنزويلية أنها انتزعت السيطرة على سجن توكورون في ولاية راغوب وسط البلاد
من أيدي عصابة قوية ذات نفوذ دولي في عملية كبيرة شارك فيها 11,000 فرد من قواتها الأمنية. وبدأت العملية في الساعات الأولى من الصباح، في حين هرع الأهالي إلى المنطقة للحصول على أخبار عن ذويهم، ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من السجناء قد أصيب أو قتل. وهنأت الحكومة في بيان لها ضابط إنفاذ القانون على استعادة السيطرة الكاملة على السجن بعد ساعات فقط من الإعلان عن العملية. وجاء في البيان أن هذا السجن سيخضع لعملية إعادة هيكلة وسيتم إخلائه بالكامل، مضيفة أن العملية فككت مركزا للمؤامرة والجريمة. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. منتدى القمح والذرة الشامية يساهم في رفع الإنتاجية. إنتاج زراعي مبشر في مديرية مندفرة. تبرع أعضاء ضابط الإشارة بالدم. الرئيس الإيراني يرى أن لا مشكلة في تفتيش مواقع بلاده النووية. بشار الأسد يصل إلى الصين في أول زيارة منذ عقدين. المغرب يخصص 12 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.